خطوة خطوة هتعملي أحلى تونة بيتي بإيدك الاتنين، عارفة مكوناتها وبكل نظافة، وكل مكوناتها موجودة عندك من غير ما هتكلفي كتير. وزي ما انتم شايفين النتيجة رائعة تفتح النفس. برطمانات بكمية حلوة جدا وموفرة. تعالوا نشوف على قناة بيتو بيتو تشانل، نشوف كل الخطوات وكل التفاصيل. اهلا بيكم حبايبي منورين قناه بيتو تشانل. معاكم داليا، ومعانا بقى سمكه التونه زي ما انتم شايفينها. السمكه كبيره جدا، بتخلص من الراس وبتخلص من الزعانف وبفتح بطنها وبنضفها عادي خالص زي اي سمكه. شايفين ادي اهو زي اي سمكه فتحتها ونضفتها. طبعا انا كنت شايله الديل عند الراجل عشان اقدر اشيلها وما تقطعش الشنطه. هي حجمها حوالي تقريبا 3 كيلو ونص. شايفين لحمها بيبقى احمر كده من جوه. تعالوا بقى نشوف هننقعها في المحلول. وده أهم خطوة، معتمد على الوصفة كلها الخطوة دي عشان أي ريحة وأي زفارة تتشال. معايا طبق فيه مية عادية من الحنفية، ومعايا ليمون عصرته وحطيت القشر بتاعه، وهحط شوية دقيق وهقلبهم كده. بصوا ده لازم اعمل الخطوة دي عشان ما يكونش فيه اي زفارة فيها وتتنقع واي دم ينزل فيها، وابتدي اشتغل على نظافة. ممكن تحطي شوية خل اوكي، شوية ملح اوكي، لكن انا حاطة ليمون كتير مع الدقيق مع المية. وهبتدي اقطع السمكية. طبعا السمكة عشان كبيرة هتاخد مجهود ووقت مني، فانا هقطعها وهرجع لكم. المفروض كنت قطعتها عند الراجل، بس انا حبيت اجيبها سليمة عشان تشوفوا شكلها. هي السمكة بتبقى سمكة ضخمة، ممكن تلاقيها مثلا كيلو ونص 2 كيلو او اكبر، فعلى حسب الموجود. يلا بينا نشوفها بعد التقطيع. بعد ما قطعت السمكة اهو حطيتها في المية بالدقيق بالليمون، وهنقعها حوالي نص ساعة. بعد ما نقعتها نص ساعة تعالوا بقى نحضر حلة ونحط فيها مية، وهنحط فيها بقى المكونات اللي هقول لكم عليها. معايا كزبرة ناشفة، ومعايا فلفل اسمر، المكونات دي كلها حصى مش مطحونة، ومعايا برضو شوية روزماري. الحاجات دي كلها بتتحط بالنظر كده، مش بتحطيها بمقدار معين. ومعايا شوية كمون، لو عندك كمون حصى اوكي، ومعايا ورق لورا، وزي ما انتم شايفين معايا جزر وليمون وبصل. هقطع الجزر والليمون والبصل كل ده عشان يدي الطعم الجميل والنكهة الحلوة للتونة بتاعتنا. عصرت الليمون وهحط كمان القشر، ما تخافوش مش هيمرر ولا اي حاجة. تمام زي ما انتم شايفين كده. هضيف بقى معاهم ايه؟ هضيف معاهم نص كوباية من الخل، وهحط كمان معاهم حوالي ربع كوباية زيت. تمام اهي قلبت كده المكونات بتاعتي. وهاجي بقى السمكه بعد ما اتنقعت نص الترنشات، السمكه بعد ما اتنقعت نص ساعه رحت بقى غسلتها وصفتها كويس جدا، وغسلتها كويس جدا جدا لحد ما نطفت، وبعد كده صفتها. وهبتدي بقى انزل. بصوا مقطعاها ترنشات، وقطعيها ترنشات كبيره عشان ما تتهريش منك، لان كل ده هيتفصص بعد كده. ويا ريت بقى تخلوا الراجل ينضفها لكم ويقطعها لكم عشان ما تتعبوش. شايفين اهو زي ما انتم شايفين كده. ادي حطيتها كلها في الحله ومتغطيه بالميه وكل المنكهات محطوطه. هروح بقى بيها على البوتاجاز. تعالوا بقى نشوف الخطوات هتمشي ازاي. هنا بقى كنت سبتها على النار استوت، وهوريكم. بصوا نسيت اقول لكم بس ان احنا بنحط لها شويه بابريكا اللون الاحمر ده. انا نسيت احطها وانا بصور الفيديو، وبعد كده ضفتها على البوتاجاز. بصوا زي ما انتم شايفين انا بطلع كده بلاقي ان الشوك نفسه اتفصل عن، بصوا اتفصل عن اللحم، فخلاص كده يعتبر. بصوا يعتبر ان هي استوت. بتاخد ايه على حسب بقى حجمها، يعني ممكن تاخد نص ساعه، ساعه الا ربع ساعه. يعني دي تقريبا خدت حوالي ساعه الا ربع او ساعه بالكتير يعني. تمام. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اعمل ايه؟ هبتدي بقى ان انا اصفي كل القطع بتاعه التونه، هصفيها في طبق. بصوا بقى القطع مش مهريه ليه؟ عشان متقطعه قطع كبيره فما اتهرتش. لو انا قطعتها قطع صغيره هتلاقوا بقى كلها اتفتفتت. تمام. فخليها قطعه بقطعه. بص العظم مفصول خالص وباينه، فكده استوت حلو جدا. هطلع بقى كل قطع ونرجع نشوف الخطوه اللي بعد كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خليكم معايا. وادي الكميه كلها بعد ما طلعت. هسيبها بقى تهدى شويه وبعد كده نرجع نفصص.
وادي التونه بتاعتي بعد ما بردت وهديت خالص، هبتدي بقى اقشر الجلده الخارجيه وابتدي ان انا افصص. بصوا بقى هبتدي بقى اشيل بقى ايه، مش هفصصها ههرسها يعني، لا هشيل الشوك بتاعها وابتدي ان انا اشيل الجلده بايديا. هتلاقي الجلده بتتقشر بكل سهوله، وافصل الايه العظم او الشوك، واحتفظ بقطعه اللحم زي ما هي. زي ما انتوا شايفين كده الموضوع سهل جدا وما بياخدش اي مجهود. بصوا بسيطه خالص خالص. طبعا ممكن نعمل نفس الخطوات دي في السمك الماكريل اللي موجود طول الوقت في الاسواق يعني، ولكن السمكه دي لما بتبقى موجوده بحب قوي اجيبها بصراحه. بصوا شكل اللحم بتاعها شكله رائع جدا، شايفين تحفه. بحب اجيب السمكه دي بتبقى موجوده اليومين دول، فحاولوا تلحقوا تجيبوها لان هي بتبقى موجوده في ايام معينه او في شهور معينه بعد كده بتختفي. وزي ما انتم شايفين كده انا فصصت الكميه كلها عشان ما اضيعش وقتكم. بصوا شكلها تحفه وكميه حلوه، كلها قطع لحم. شايفين القطعه اللي في ايدي دي ممكن يعني تبقى اكتر من اللي بتبقى في العلبه الواحده. فقطع حلوه مليانه لحم، تبقى موجودة عندك، وتحتفظي بيها في التلاجة ما بيحصلهاش أي حاجة. تعالوا بقى نشوف إيه المحلول اللي هنحافظ عليها وتبقى مادة الحفظ بتاعتنا. هنجيب بقى بولة أو أي طبق. حطيت ايه بقى نص كوباية من الخل، وهحط حوالي معلقة هرمية كبيرة من الملح اهو. هبتدي بقى اركن البوله بتاعتي كده على جنب، وهجيب الحله اللي سلقت فيها التونه، وهبتدي اخد الجزء اللي فوق اللي فيه الدهون ده هصفيه بالمصفى، وهاخده واضيفه على البوله بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هضيف شويه كده حلوين، تمام زي ما انتم شايفين كده. هضيف بقى مع الملح والخل والشوربه بتاعت التونه، هضيف شويه بابريكا وبس على كده، وابتدي اجيب بقى اقلب كويس عشان كله يتخلط، وابتدي اجيب ايه البرطمان. طبعا احنا حطينا ملح هنا لان احنا ما كناش حاطين ملح في السليق، خلي بالكم. جبت البرطمانات المغسوله ومتعقمه ومتصفيه كويس جدا ونشفت، وابتدي احط قطع التونه. شايفين قطع التونه محطوطه ازاي؟ وابتدي اجيب بقى طرنشات ليمون واحط كده في الجوانب واكمل. شايفين اي برطمان بقى عندك، ازاز بلاستيك براحتك، بدل البرطمانات عندك علب مفيش مشكله، كله هينفع. شايفين التونه بتاعتي قطع جميله جدا. طبعا دي زي قطع علب التونه اللي بتجيبيها قطع، بتبقى قطع على بعضيها وشكلها دائري كده، اللحم محمر ولحم دائري. هي دي السمكه اللي انا مستعملاها. شايفين اهو، عملت لي طبعا كميه حلوه قوي. بص اللحم من جوه احمر جميل قوي. بعد ما خلصت بقى الكمية كلها اهو، نزلت بقى فيها المحلول، وحسيت ان انا محتاجة تاني اكمل. حطيت برضو شوية شوربة صفتهم، وغطيت كده البرطمانات كلها بالمحلول الحفظ، ونضفتها كده بمناديل لو في اي حاجة نزلت بره البرطمان. وادي البرطمانات بتاعتي. حطيت بقى قرن فلفل ممكن تحطه جوه البرطمان او على الوش زي ما انا عملت، وشوية زيت صغيرين على الوش. يبقى كده البرطمانات بقت زي الفل وجاهزة. وتقدري تغطيها حلوة قوي وتحطيها في باب التلاجة، مش هيحصل لها اي حاجة. تعالوا بقى نشوف بعد ما سبتهم 3-4 ايام، تعالوا بقى نشوف شكلها، وهنبتدي نعمل طبق منها. طبعا هي فيها المحلول بتاعها، في الزيت وفي الخل وفي كل حاجة، ومتحدق كمان. يعني لو مش عاوزة تحطي زيت ما تحطيش. شايفين شكل البرطمان تحفة. بصوا هبتدي بقى اجيب منه قطع كده. عاوز اقول لكم ريحتها جميله، لونها حلو، شكلها يفتح النفس. اهرسها بقى عادي خالص. عاوزه تضيفي لها بقى ليمون هتعصري ليمون، عاوزه تضيفي لها بصوا القطع من جوه حمرا ازاي، عاوزه تضيفي لها بقى شويه فلفل الوان متقطعه، شويه بصل متقطع. اعملي بقى اللي انت عاوزاه، مفيش اي مشكله. الاكل بقى ده بتاعك انت. انا بكتفي ان انا بهرسها كده، وممكن اضيف لها شويه
شوية ليمون وخلاص، وتتاكل بقى بالعيش الجميل بتاعنا، وجنبيها بقى شوية بصل. بصوا طعمها، انا بدوقها دلوقتي لقيت حدقها حلو، طعمها رائع، وفيها الزيت بتاعها والمحلول، تحط في التلاجة مش هيحصل لها حاجة، مع احلى بصل بقى اخضر، بصل عادي اللي انتوا عاوزينه. بألف هنا وشفا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير.